مساء الخير، اتمنى تكونوا بخير ومبسوطين. وحشتوني جدا جدا. النهارده هعمل معاكم كيك او تورته بالتفصيل على الطريقه الكوريه. الكيك اسفنجي دسم، النوع اللي انتوا بتحبوه، مختلف شويه عن الكيك الاسفنجي بالمحسن وكيك الاسبونج. هعرفكم ازاي تحشوا الكيك بالكريمه وازاي تقطعوه بطريقه متساويه. يعني المبتدئين لو سمعوا الفيديو ده من الاول للاخر انا متاكده انكم هتستفادوا. الخطوه الاولى هعرفكم ازاي تعملوا الكيك الاسفنجي بالتفصيل، بس لو حبيتوا الفيديو حطوا لايك علشان تدعموني والفيديو يوصل لناس كتير. بالنسبه للسوائل انا استخدمت حليب وزيت، ممكن تستبدلوا الزيت بالزبده بس الحليب بيكون دافع علشان الزبده تدوب. استخدمت 60 جرام من الحليب و60 جرام من الزيت، يعني بالظبط ربع كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الزيت. بعد كده هنسيبهم على جنب ونبدا بقى في تحضير خليط الكيك. حطيت في البوله 6 بيضات يكونوا متوسطين او 5 بيضات كبار ينفعوا المقدارين، عليهم كوبايه من السكر، وهقلب المكونات مع بعض لحد ما تلاقوا ان البيض فك من بعضه، البياض عن الصفار يعني. بعد كده هنجيب حله فيها ميه سخنه، الميه مش واصله لدرجه الغليان، وهقول لكم ليه اصلا نحط خليط البيض على الميه ده. لو عندكم ترمومتر فهيسهل عليكم ان خليط البيض يوصل لدرجه حراره 40 ل 42 درجه مئويه. طيب انا ما عنديش، هتاكد ازاي؟ هستخدم صباعي كده واتاكد ان السكر داب تماما. زي ما انتم شايفين انا حسيت ان هو فيه كريستالات كده من السكر، فقلبت تاني وهتاكد تاني لقيته ان هو خلاص داب كده، يبقى انا هرفعه من الميه دي. وخطوه مهمه، الميه ما تكونش ملامسه لكل البوله، لا اطراف بسيطه كده علشان خاطر البيض ما يستويش. يبقى كده الخطوه الاولى عرفنا ازاي نعمل البيض مع السكر. بعد كده هنمسك بقى المضرب الكهربائي ونفضل نخفق فيه يعني لمده 7 دقايق كده لحد ما القوام تلاقوه كريمي وتضاعف 4 اضعاف تقريبا. الخطوه دي بنسميها دبل بويلر او الغلايه المزدوجه، بتخلي قوام الخليط زي ما انتم شايفين كده متماسك ناعم، وكمان بيحافظ على كميه الهواء اللي احنا دخلناها دي لما بنضيف السوائل او بنضيف الدقيق. التكنيك ده ممكن نستغنى عنه عادي ونعمله زي ما عملت قبل كده طريقه الكيك بدون محسن وبدون سبونج. هسيب لكم الفيديو في علامه الاي هتظهر لكم دلوقتي. القوام زي ما انتم شايفين كده. انا ضفت الفانيليا وقلبت تاني، لما بنرسم حرف الايد بنلاقيه ثابت كده. كده المواد السائله خلصت. هنجيب المواد الجافه عباره عن كوبايتين الا ربع من الدقيق متعدد الاستخدامات، نوعه عادي مش دقيق سبونج، عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر، والمعلقه المعياريه بتكون نصها. اما لو استخدمنا معلقه الاكل فهتكون معلقه كبيره عادي تكون ممسوحه. هضيف نص الكميه كده على الخليط وهنبدا نقلبه باتجاه من تحت لفوق. وركزوا، يعتبر من اهم الخطوات اللي انتوا بتفشلوا فيها لما بتحطوا المواد الجافه، الخليط بيهبط وتلاقوه قل معاكم. اهم حاجه لما تضيفوا الدقيق حطوا شويه بشويه، يعني ممكن تحطوه على 4 مرات 5 6، المهم كده تحسوا ان الدقيق بيتقلب بالراحه كده وبتلاقوه اختلط تماما. انا حطيته على 3 مرات، ممكن تحطوه على 5 افضل، وتقلبوا كده من تحت لفوق. واهم حاجه بعد ما تخلصوا السوائل وكمان بعد ما نحط المواد الجافه ما تقولوش بقى هنروح نحضر الحليب مع الزيت، الخليط هيهبط معاكم. ده مش كيك بالمحسن علشان يحافظ على قوام، لا كل الخطوات بتكون سريعه كده ورا بعضها. حطيت السوائل وبس، هو ده الخليط بتلاقوه اصفر كده غامق شويه عامل زي الكيك العادي لانه فيه حليب وزيت، قوام مختلف. هحطه في صينيه مقاس 20، دهنتها بمادة دهنية، وبعد كده حطيت ورقة زبدة من الجوانب تكون عالية شوية عشان لما الكيكة ترتفع. وهجيب خلة الأسنان وهطلع الهواء زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها على فرن يكون سخن قبلها 15 دقيقة أو 10 دقايق على حرارة 180. هتاخد معاكم 35 ل 40 دقيقة حسب حرارة الفرن. الخطوة اللي بعد كده على ما الكيك يستوي هنحضر توبنج الفراولة أو كمبوت الفراولة. على فكرة الحشوة دي بنستخدمها في الحلويات وهي أساسي، وساعات بنشتريها جاهزة كمان، بس النهاردة كل حاجة هنعملها في البيت. هنحتاج نص كيلو من الفراولة، حطيت عليها نص كوباية من السكر ورفعتهم على النار لحد ما الفراولة نزلت المية. خدت شوية من الصوص بتاع علشان هنسقي بيه الكيك او صوص التشريب. بعد كده حطيت نص ليمونه كده بسيطه وربع كوبايه من الميه ومعلقه كبيره من النشا وحطيتهم عليها كده. بعد كده قلبتهم لحد ما القوام بقى تقيل شويه، يعني الخطوه دي تاخد منكم 15 دقيقه وتلاقوا الفراوله بقت جهزت على ما تدبل وكده يعني. واهم حاجه من البدايه لازم النار تكون متوسطه مش نار عاليه. هسيبها بقى في بوله على جنب كده علشان تبرد على ما نحضر الكيك. الكيكه بعد ما خرجت من الفرن يعني خدت معايا بالظبط 35 دقيقه. طلعتها من ورقه الزبده وما شاء الله كانت
ريحتها جميله. انتوا عارفين طالما الكيك فيه حليب اكيد ريحتها هتكون جميله لانها كيكه دسمه. وخطوه مهمه بعد ما الكيك تتاكدوا ان هو استوى بتفتحوا باب الفرن كده حاجه بسيطه وتسيبوها 5 دقايق. بعد كده بتطلعوها وتسيبوها تبرد وهنقلبها بقى. الكيكه اللي انا بشتغل فيها دلوقتي بردت تماما. هقسمها 4 طبقات بمقاس يعني متوسط شويه، مش تخين قوي يعني مش سميك ولا رفيع خالص. ولون الكيك ما شاء الله حلو جدا. ريحته يعني اللي عجبني فيه ريحته بجد جميله. الكيكه بقى ازاي تقطعوها بشكل متساوي كده بالسكينه. انا بحدد من الاطراف كلها السمك اللي انا هقطعه. بعد كده بشد السكينه بشكل متساوي من النص كده من غير ما ايدينا تطلع فوق ولا لتحت عشان تطلع متساويه معاكم. هحضر الكريم شانتيه المتماسك، 1.5 كوبايه من الكريم شانتيه الخام، البودره نص كوبايه من السكر، 2 كوبايتين من الميه المتلجه. بعد كده هنحتاج المضرب الكهربائي اساسي علشان يطلع معاكم الكريمه متماسكه. وبتسالوني دايما ان الكريمه بتطلع معايا سايله وبتمط ومش متماسكه. زي ما انتم شايفين كده طالعه معايا متماسكه جدا. بس قبل ما اقول لكم السبب ايه، انا هحط 3 معالق او 4 من الحليب المكثف المحلى علشان يخلي طعم الكريمه غني. الكريمه اللي انتم مشتريينها علشان تطلع بالشكل ده مش نظيفه، حتى لو انتم شاريينها خام فممكن تكون الجوده مش كويسه. يعني انا نفسي اشتريت كريمه خام قبل كده بس كانت جودتها وحشه وطلعت معايا بتمط. انا زودت 1/4 كوبايه كمان لان الكريمه بتاعتي متماسكه جدا. يعني انا كده حطيت 2.5 كوباية على 1.5 كوبايه من الكريم شانتيه. في ناس بتحط 1.5 كوبايه من الكريم شانتيه 1.5 كوبايه من الميه وبتطلع برضو سائله. نوع الكريمه العيب مش فيكم، اهم حاجه تغيروا النوع. انا استخدمت دريم اللي هي الفرد السايبه مش المعلبه، علشان المعلبه مش بتطلع بنفس القوام ده. حطيتها في كيس حلواني علشان نبدا نزين الكيك. برد تماما يعني ما ينفعش نشتغل بيه وهو دافي. اول حاجه هنجيب الكيك، ولو مش متوفر عندكم البورد اللي انا بلفف عليه الكيك ده فمش لازم ابدا، اي حاجه عندكم اشتغلوا بيها. وهنحط عليها صوص الفراوله، هنشرب الكيك كويس جدا ونحط عليها الكريمه. انا مش متوفر عندي الكيس الحلواني، ممكن نستخدم الاسباتيول او السكينه او المعلقه. المهم تفردوا الكريمه عليها كده وعلشان الحشوه ما تقعش من الجوانب فبنعمل حاجز ما بين الكريمه والحشو عشان ما تقعش على الجوانب. زي ما انتوا عارفين حطيت بقى 2 3 3 4 كده من الفراوله على حسب ما انتوا بتحبوا الحشوه فيها. لكن هي الكيك الاساسي ان هي بتكون محشيه حتى فراوله سليمه، بس انا حبيت اعملها النهارده بالكمبوت وهكرر بقى كل الكميه كده. انا مش متوفر عندي برضو الاسباتيولا، استخدم السكينه. وممكن كمان بدل ما تسقوا الكيك بصوص الفراوله ممكن تحطوا السيرب او الشربات اللي هو ميه وسكر على حسب ما انتوا حابين بقى. بس هو عشان الكيك كله فراوله فيستحسن ان طعم الكيك يكون بالفراوله. وعاوزه اقول لكم كمان ان في طرق كتير للكيك الكوري او الكيك الياباني. يعني هي مش طريقه واحده، لا في كذا طريقه، بس انا بشارك معاكم الطرق اللي انا اتعلمتها وبتطلع جميله قوي معايا فلازم اشاركها معاكم. المهم بعد ما خلصت كده كل الطبقات غطيتها بالنايلون وهسيبها بقى في الفريزر لمده نص ساعه او ساعه او في التلاجة ساعتين. يعني الكريمه تكون كده متماسكه وحلوه. باقي الكريمه اللي عندي فيها دفوهات او فيها شويه من الهواء البابلز كده لازم نشيلها علشان لو جينا نجلس بيها الكريمه او الكيك هتلاقوا فيها دفوهات كده وخرام، والكيك هتلاقوه برضو مش متملس بطريقه حلوه جدا. شلت النايلون وهنبدا بقى بعد ما قلبت الكريمه وطلعت كل الفقاقيع اللي فيها هنحط الكريمه على الجوانب ومن فوق. لو مش متوفر عندكم الاسباتيول دي استخدم السكينه زي ما قلت لكم، اي حاجه تفرد الكريمه لو هتعملوها يعني في البيت او كده. ولكن لو عايزين تطلعوها الشكل بقى بيرفكت زي اللي بنشتريه فلازم نستخدم الادوات دي. انا استخدمت السكريبر بعد ما مليتها بالكريمه علشان اسويها، وانا بتاكد هنا ان كل حاجه تمام علشان لو في مكان فاضي احط فيه كريمه. واكيد بديل الاسباتيولا اللي هو اعتبره الاوفر والمتوفر عندنا في كل البيوت المسطره الطويله. المسطره بتملس الكيك زي الاسباتيول بالظبط، والمسطره اكيد اتاكدوا ان هي نظيفه يعني لشغل الكيك بس. ولو ملاحظين انا بملس الكيك من فوق بالاسباتيولا ازاي. وكمان بنحط الاسباتيولا دي في ميه، يعني لازم ننضفها ميه متلجه. يفضل احنا بنعملها بميه سخنه بس المتلجه عشان لو الميه نزلت على الكيك ما تنزلش درجه حراره الكريمه. وانا كل شويه عماله اعمل الحواف لحد ما خلاص خدت النتيجه اللي انا عاوزاها اللي هي زي كده. الخطوه دي بنسميها شارب ايدج، يعني الحواف كلها حاده وملساء. هنقلها بقى من التيرن تيبل او القاعده الكيك الدواره على
البورد. انا بستخدم السكينه او الاسباتيول، اهم حاجه الاتنين يكونوا في جنبين، يعني السكينه في الجنب اليمين والتانيه في الجنب الشمال عشان لما نشيل الكيك ما تقعش. والخطوه ديت يعني بالنسبه لي المبتدئين مش هيعرفوا يعملوها، فخلوها من الاول جلسوها على مكان واحد. بالمناسبه هو مقاس الكيك 20، بس لما بنحط الكريمه بيزيد 2 سنتي او 1 سنتي، فالقاعده او البورد اللي انا مستخدماه مقاسه 30 سنتي عشان يكون في مساحه ما بين الروزيتات والشكل اللي انا بعمله بالكريمه. ممكن تعملوا وردات اسهل من الشكل اللي انا عاملاه لانه صعب شويه للمبتدئين، لان بلف فيه ايدي واحده يمين واحده لورا، تحس ان شكله صعب. في الاخر بقى لونت شويه من الكريمه باللون الاحمر مع اللون الازرق، اداني اللون البيربل، هو يعتبر درجه من درجاته. يعني انا ظابطه اللون، يعني كل ما بنزود اللون الاحمر كل ما بيدينا درجه فاتحه، لكن لو زودنا اللون الازرق هتلاقوا ان اللون غامق شويه. لكن انا بالنسبه لي الدرجه دي حلوه جدا. عملت شويه من الوردات ولونت جزء كمان صغير من الكريمه باللون الاخضر علشان نعمل شويه من اشكال ورق الشجر، وانا استخدمت تيب ورق الشجر علشان يطلع الشكل ده. طبعا زينوها زي ما تحبوا، انا اخترت الشكل من على بنترست، حبيت الشكل يكون بسيط كده، يعني في الوان غامقه مع اللون الابيض. وكمان سيحت شوكولاته بيضه على بخار الميه مع معلقه من الزيت، وحطيت عليها لون غذائي اللي هو الالوان الزيت لون ازرق، وحطيتها في السيليكون على شكل حروف وكتبت الاسماء. وبالمناسبه الكيك كان هديه لاولاد خالتي ساره وشروق، فعشان كده كتبت لهم اساميهم في السيليكون وطلع زي الصوره بالظبط. الفرق ان هي مكتوبه بالايد لكن انا عملتها بالسيليكون، وهتشوفوا دلوقتي جمالها. هنا كنت بعمل شويه حركات بعمل لهم قلب من هنا، وليكم كمان القلب ده مش لهم لوحدهم. عاوزاكم تكتبوا لي في الكومنت عن اي استفسار عاوزين تسالوه عن الكيك ده. غلفته ورحت لهم بقى بالكيك كده وقطعته علشان تشوفوا من جوه عامله ازاي، وهم لاحظوا اكيد الفرق ما بين الكيكه دي والكيكات اللي بعملها، لكن طعمها بجد كان جميل جدا، محشيه فراوله وكريمه. اتمنى تكون عجبتكم. حطوا لايك لو حبيتوا الفيديو عشان يترفع لناس كتير. انا هعتبر اللايك ده شكر منكم ليا على الفيديو. اشوفكم على خير، باي باي.